يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيه حكاية الآية دي معايا؟ أنا سماح ودي قناة تو كونتنت، بشاركك في الحلقة دي تجارب شخصية وكلام من القلب. مؤخرا بقى في وعي ناحية إن إحنا مش عايزين نلعب دور المنقذ، وما ينفعش تقولي I can fix him، أو مثلا أنا اللي هساعده، أنا اللي هعمله، أو هو مثلا يقول هي أصلها عندها ظروف وأنا هساعدها علشان تعدي من الظروف دي، أنا اللي هساعدها علشان تتغير. بقى في وعي أكتر مؤخرا على حتة إنه لأ، خلّي بالك من حتّة إن ممكن يكون هو الشخص بيستغلّك، ممكن يكون هو مش عايز يتغيّر ولا عايز يعمل أي حاجة، هو عايز يستنزفك بس مش أكتر. هو شايف فيك الحتّة دي، عايز تقدّمها طول الوقت، فخلاص فأنت بالنسبة له فرصة سعيدة جدًا إن هو يلاقي منّك اهتمام متواصل، بإنه أنت هتهتم بيه وهتقول له والله لأ، عشان تغيّر دي لازم تعمل كذا، وتعالَ وهاخد بإيدك وبُص وهتعمل كذا وبعد كده هتعمل كذا وهاتابع معاك، وكل القصص العلاجية دي اللي في بعض الناس بيتبنّوها. ولكن ما علينا، بقى في وعي ناحية الحتّة دي إن ده يا جماعة لأ، خلّوا بالكم علشان الناس بتستغل الحتّة دي، وإن أنتِ مش هتعالجي حد ولا أنتِ هتغيّري حد، وهو كمان أنت كمان مش هتغيّر حد ولا هتعالج حد. والمشكلة مش هنا خالص، المشكلة إن في ناس بتبقى عايزة فعلًا تحل المشكلة اللي هي فيها. يعني لو هاجي أسمّي أشخاص، أسمّي شخصيات، مثلًا واحد اسمه مثلًا فؤاد. فؤاد ده شخص عايز يغيّر نَفْسه، ملاحظ فعلًا إن هو عنده طبع سيء جدًا وعامل له مشاكل في حياته، وعايز يتغيّر، عايز يغيّره، بس مش عايز حتى يسأل أغيّره إزاي، مش عايز يحس إن هو مضطر إن هو يتعالج من الحتّة دي. فأعمل إيه أنا كفؤاد؟ أول ما أقابل بنوتة قلبها طيب وجدعة ومهتمة بإن هي تطوّر من نفسها على طول، مهتمة بإن هي تساعد الناس حتى تبقى جدعة معاهم وتساعدهم، بتبقى الشخصية المناسبة جدًا، جدًا، حتى لو أنا مش واعي لده، بس أنا اللاواعي بتاعي لقط نقطة إن هي دي الشخص اللي هينقذني، حتى لو هي ما عرضتش ده أو حتى لو هي رافضة لفكرة I can fix him والقصص دي. فجه فؤاد اتعرف عليها ويقول لها إن هو بيحاول يغيّر من نفسه وإن هو عنده طباع سيئة أثناء مرحلة التعارف يعني، وإنه أنا مُعترف إن أنا عندي الطبع السيء ده وإن أنا فعلًا عايز أغيّره، ويبان عليه كمان قد إيه هو حقيقي وقد إيه هو صادق في إن هو متضايق من الطبع ده، وإن هو عايز فعلًا يغيّره، وإن هو عايز فعلًا حد بس يشاور له على الطريق وهو هيكمّل الطريق عادي. يعني هو مش مستني منِّك تضحّي بنفسِك علشانه ولا إن أنتِ تبقي مُنقذ بالنسبة له ولا القصص دي كلّها. لكن هو عايز بس حد يكون مؤمن بيه، حد ياخد بإيده، حد يشاور له على الطريق. قصة يعني إنسانية جدًا وأي حد ممكن يصدّقها أو أي حد ممكن يتعاطف معاها. وبالعكس هو كمان طلب، يعني هي ما بتتطوّعش. لو جينا نسمّي شخصية البنت مثلًا سعدية، فسعدية هي ما تطوّعتش إن هي تروح وتقول له والله لأ، أنا اللي هاساعدك وأنا اللي هاخرّجك من اللي أنت فيه، سيب لي نَفْسك بس وأنا اللي هاعالجك من كل مشاكلك، أنا اللي هاخد بإيدك، أنا الجدعة اللي ما فيش زيي علشان تختارني في الآخر وتتجوّزني. هي ما عملتش كده، هي واعية لده كويس، بس هو دخل من حتّة أنا فعلًا عايز أتغيّر وشاوري لي بس على الطريق، خلّيكِ مصدّقة فيّا إن أنا أقدر أتغيّر. فهي تقوم عاملة إيه، تقول له ماشي، يعني يبدو عليك إن أنت طلبت ده وعايز تعمل ده فعلًا، فما فيش مشكلة خلاص، أنا ممكن أبعت لك data تذاكر منها، ممكن أشاور لك على حاجات معيّنة تعملها، ممكن أقعد أتكلّم معاك بالساعات علشان أفهّمك إيه تفسير المشكلة اللي عندك وإزاي ممكن تتخطّاها وإزاي ممكن تبقى أحسن فيها، بناءً على معلوماتي. لكن لو أنت حاسس إنك محتاج إنك تروح لمتخصص، فهنشوف متخصص. ففؤاد يبقى فرحان جدًا وتمام، هو ده اللي أنا عايزه بالضبط، أنا مش عايز أكتر من كده، شاوري لي بس على الطريق وأنا هانطلق، قولي لي بس إيه اللي المفروض أعمله وأنا هاعمله. بس في الحقيقة القصة ما بتبقاش بنفس هذه المصداقية، لإن اللي عايز يتغيّر فعلًا بيدوّر وبيسأل وبيلاقي مليون طريق إنه يعرف إزاي ممكن يغيّر حاجة زي كده. بيبقى عنده معاناة أصلًا بتفرض عليه التغيير،
فلو أنا عندي معاناة وفارضة عليّا التغيير ومع ذلك ما دوّرتش على إزاي أخرج من المشكلة دي أو إزاي أعالج الطبع ده أو إزاي مثلًا أتبنى صفات معيّنة تكون أحسن في شخصيتي، ما عملتش كده برغم إن هي عاملة لي معاناة في حياتي ومشاكل، فبالتالي أنا شخص مش منتظر منّي أي حاجة. ممكن يُهيأ ليك إن أنت محتاج حد يشاور لك، حد يكون قريب منّك، حد يقول لك والله أنا هاخد بإيدك ومصدّق فيك، بس في الحقيقة، في الحقيقة لو جيت فكّرت في كل الحاجات اللي أنت خرجت منها، كل المشاكل اللي أنت تخطيتها، كل الحاجات اللي أنت كنت شايفها إن هي عيوب فيك وغيّرتها فعلًا، كل العادات الجديدة اللي أنت غيّرتها في حياتك سواء لغيت السلبي، لغيت عادة سلبية واتبنيت عادة إيجابية، كلّها أنت عملتها إمتى؟ عملتها لمّا أنت كنت عايز تعملها، لمّا أنت كنت في مشكلة فعلًا وفي معاناة حقيقية، أنت مش وقت المعاناة هتقول أنا هاستنى بقى لمّا حد يآمن فيّا أو حد يساعدني أو حد ياخد بإيدي، لأ، أنا هاخد بإيد نفسي. أنا هاستعين بالله وهانطلق، أنا هافتح ChatGPT في 3 دقايق هيقول لي إيه مشاكلي وهيقول لي إزاي ممكن أتعامل معاها، الموضوع ما بقاش مُعقّد ولا مُكلِّف ولا فيه أي موضوع أصلًا، فإحنا بقينا في وقت ما فيش حد عنده عُذر إن هو يبقى عنده مشكلة يبرّرها بإن أنا ما لقيتش حد ياخد بإيدي، فأحيانًا ممكن سعدية تتخدع بإن فؤاد يبان عليه إن هو مصدّق المعاناة اللي هو فيها وعايز فعلًا يخرج منها، عايز بس حد يورّي له النور منين، لأ يا حبيبة قلبي، ما فيش حاجة اسمها كده. هو لو بيعاني فعلًا، هو لو عايز يخرج من الخندق اللي هو فيه فعلًا، هيلاقي مليون طريقة، اللي عايز يغيّر حاجة يا جماعة والله العظيم بيغيّرها، لو في حد مش قادر يصدّق في نَفْسه ما حدش هيعرف يصدّقه، لو أنا مش مصدّق إن أنا هابقى أحسن، ما حدش هيصدّق فيّا، لو أنا مش مصدّق إن أنا أقدر أغيّر شكل حياتي تمامًا من الصورة دي للصورة دي، مين اللي هييجي يصدّق فيّا؟ مين اللي هييجي يبيع لي الفكرة دي أصلًا؟ وحتى لو باعها لي وأنا صدّقتها وهو مصدّقها وكلّنا مصدّقينها، فين النتيجة؟ ما فيش نتيجة على أرض الواقع طالما أنا نَفْسي مش مصدّقها. فدايمًا إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم، لازم أنت اللي تغيّر الحاجة اللي أنت عايز تغيّرها دي، لازم تسعى فيها، بعد كده حياتك هتتغيّر، بعد كده هنبتدي نشوف بقى أنت عايز توصل لفين. لو أنا ما باحبش نفسي وبادوّر على حُب برّه، ما أنا كده باضحك على مين؟ كلّها مسكنات. لو أنا ما باحترمش نفسي وبادوّر على احترام وتقدير برّه، برضه بادوّر على مسكنات مش حقيقية أنا مش مصدّقها عن نفسي. لو أنا مش عايز أبذل المجهود ده علشان نفسي، علشان حياتي أنا، لو جه حد حلف لي على مليون مصحف دلوقتي وقال لي: "لا والله ده أنت جميل جدًا، ده أنت تستاهل أحلى حاجة في الدنيا، ده أنت بُص، ده أنا ممكن أقعد جنبك سنين، ده أنا مصدّقة فيك أوي." بس أنا نفسي مش مصدّق ده، ما فيش حاجة هتختلف، بالعكس أنا هابقى شايف إن الشخص ده الشخص ده درجة تانية، درجة تالتة، أنت ليه بتقول عني حاجات أنا نفسي مش شايفها؟ كده باللاواعي، أنت ليه مصدّق في حاجات أنت لسه عارفني أول امبارح، أنت إزاي جايب الإيمان بيّا ده أنا نفسي مش جايبه فيّا بقى لي سنين، وقصة تانية برضه لبنوتة ممكن نسميها مثلًا فيروز، حلو؟ وأنا باسمي أسامي عشوائية اللي جات في دماغي دلوقتي مش قاصدة بيها أشخاص معيّنة، أنا ما أعرفش أصلًا أشخاص بالأسامي، فيروز عندها مشكلة مع مثلًا أهلها أو عندها مشكلة في بيتها وعايزة حل ليها وعاملة لها trauma، عاملة لها أزمة فعلًا في حياتها، والأزمة دي داخلة في كمان علاقاتها الخارجية في شغلها، مع صحابها، في اختيار شريك حياتها، عاملة لها أزمة كبيرة جدًا في حياتها. أزمة يعني قد يكون لازم يتدخّل فيها متخصص. ففيروز مش عايزة تعترف إن هي تروح لمتخصص أو ممكن يكون ما يناسبهاش أو ما ينفعش، أو راحت وللأسف الموضوع ما حصلش فيه يعني تطورات أو تغيير حقيقي، لإن فيروز still ما زالت عايشة في دور الضحية أو في دور إن أنتم ساعدوني، أنتم انقذوني، لكن أنا مش هاعمل مجهود من نفسي. فبالتالي فيروز بتقابل مثلًا واحدة صاحبتها قريبة منها عارفة إن هي ممكن تكون عندها حاجة ممكن تساعدها بيها، عندها كلام ممكن يشجّعها، لمجرد إن هي عايزة حد يشجّعها تبتدي، لو رُحتِ لمتخصص وما وصلتيش لحاجة يبقى أنتِ ما بذلتيش المجهود الكافي مع نفسِك، ما كنتيش متفاعلة معاه بالتمارين اللي مثلًا بيقول لِك عليها أو بالأفكار اللي بيحاول يوصّلها لِك، أنتِ نفسِك مش مصدّقاها، فبالتالي ما حدش هيقدر يعالج حاجة أنت نفسك مش عايز تعالجها. أنت نَفْسك مش عايز تصدّقها. ففيروز بتفضل في الدور بتاع أنا عايز زَقّة، أنا عايزة تشجيع، أنا عايزة برضه إيمان فيّا إن أنا أقدر أتعامل مع حاجة زي كده،
فصاحبتها بتشجعها وبتصدق فيها وبتقول لها لا بصي ومعلش وهنتكلم وهنعمل، وبصي هتاخدي الكتاب ده هتقريه، هتتابعي فلان الفلاني، هتعملي الحاجة الفلانية. طب أفكارِك اللي أنتِ فكّرتيها دي لأ، الأفكار دي ممكن نعدّلها وتبقى بالشكل الفلاني. ففيروز في وقتها بتبقى يعني متحمّسة جدًا ومصدّقة أوي وأيوه وصح وعندِك حق ولازم هاعمل كده. بس فيروز بتعمل إيه بعد كده؟ بتتابع الناس اللي قالت لها عليهم صاحبتها، وبتجيب الكتب فعلًا وبتقراها. يعني هي already كمان من كتر الدفعة اللي هي خدتها من صاحبتها دي، لأ مشيت شوية في الطريق، بذلت شوية مجهود. يعني فيروز هنا أحسن من فؤاد شوية، إن هي حطّت شوية effort في الموضوع، بس حطّت effort هي كان المفروض تكمّل فيه شهور، لأ هي حطّته أسابيع، وبعد كده قعدت خلاص شالت إيديها تاني، لإن هي فعليًا برضه لسه مش مصدّقة إن هي تقدر تخرج من ده، تقدر بس. يعني فكرة إن أنا أصدّق في المقدرة، وبالمناسبة عشان أصدّق في المقدرة دي أنا محتاج يكون عندي إيمان بالله أصلًا، هي مش مقدرتك الذاتية. الثقة بالنفس بتيجي من الإيمان بالله وإحساس إن أنا أقدر أخرج من المحنة، مش علشان أنا شاطر، لأ، علشان أنا عندي إيمان بالله، فدي قصة تانية. فالمهم ففيروز مشيت شوية، بس فيروز ما كمّلتش المشوار. فيروز لسه مش مصدّقة إن هي عندها المقدرة إن هي تخرج من ده. لأ أنا مش قادرة، أنا خلاص أنا فعلًا عملت زي ما أنتِ قُلتِ يا صاحبتي، بس أنا مش قادرة أكمّل أكتر من كده، ومش قادرة أصدّق إن حاجة ممكن تتغيّر. فالطبيعي إن صاحبتها هتقول لها أنا ما عنديش حاجة أقدر أساعدِك بيها تاني خلاص، لإن هي لو فضلت معاها بنفس الطريقة دي، يبقى صاحبتها دي هتفضل مستنزفة بقية حياتها علشان تحاول تزُقّها كل شوية عشان تزُق أسبوعين، ودي تزُقّها عشان تزُق أسبوعين وهكذا. هي مش هتعمل حاجة في حياتها برضه، مش هتوصل لنتيجة، لإن هي بتتحرّك نتيجة الزَّق، مش نتيجة إن هي مصدّقة إن هي عايزة فعلًا تتحرّك وإن هي تقدر تتحرّك. إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. قد إيه الآية دي عظيمة، كل ما أسمعها باقف عندها كده وباقول سبحان الله. يعني ربنا قالها لنا واضحة وصريحة طَب إيه؟ يعني ليه، ليه لحد النهارده في ناس ممكن تُقع في حتّة أصل أنا بس كنت محتاج حد يصدّق فيّا، حد يقدّرني، حد يساعدني، حد يشاور لي على الطريق. أنت في حواليك مليون حاجة ممكن تكون تساعدك بشكل حتى متاح ومجاني من غير ما يكون حد عارفك أصلًا. الناس اللي مصدّقة في الأفكار وفي القِيَم اللي هي بتقدّمها دي، هي بتقدّمها طول الوقت بغض النظر مين اللي بياخدها. لكن أنت مش مصدّق في نَفْسك إن أنت تستاهل ده، ولا مصدّق في نَفْسك إن أنت تقدر تعمل ده، ولا مؤمن بالله الإيمان الكافي اللي يخلّيك تقول أنا هاتوكّل على الله وربنا هيعينّي وهيخرّجني من ده. فسبحان الله، يعني ده اعتبروه كده podcast كده المرّة دي reminder لكل حد بيتوهِم في حد إن هو لأ والله أصل هو فعلًا بيعترف بالمشكلة اللي عنده. يعني إحنا تخطّينا بقى مرحلة إن إحنا لأ، إحنا بننكر أصلًا إن في مشكلة. هو بينكر إن في مشكلة وأنتِ بتضحّي بنَفْسِك عشان تساعديه. لأ هو دلوقتي بقى بيعترف إن هو عنده مشكلة، وإن هو عايز مساعدة، وإن هو عايز حد يحبه ويصدّق فيه ويآمن بيه، بس هو نَفْسه ما بيحبش نَفْسه. هو نَفْسه مش مآمن بنَفْسه، هو نَفْسه مش مآمن بقدرته إن هو يخرج من القصة دي، بإن هو يستحق حياة أفضل. فبالتالي ما فيش مخلوق في الدنيا هييجي يغيّر ده. فالفكرة بتاعة ما فيش حاجة هتتغيّر غير لمّا أنت تغيّر من نَفْسك عشان أنت تكون مصدّق التغيير ده. وعشان تكون مصدّق التغيير ده لازم تكون مصدّق ربّك، رب العباد، رب الكون. لازم تكون عارف هو مين وبيعمل معاك إيه. لازم تكون مصدّق هو يقدر يعمل معاك إيه. وصدّقني والله لو معاناتك مش هي اللي مخلّياك عايز تخرج منها فعلًا وعايز تحسّن من حياتك ومن نَفْسك، فحتى لو جبنا لك العالم كُلّه يسقّف لك ويقول لك برافو وكمّل وهنشجّعك وإحنا مصدّقين فيك ويالّا وكل الكلام ده، وبُص ده اللي هيخرّجك وكل الكلام الجميل ده، وأنت مش مصدّق ده، أو معاناتك ما كانتش هي السبب اللي مخلّياك عايز تقوم وتنفض نَفْسك كده وتغيّر الوضع بتاعك، فما فيش حاجة هتغيّرك. لو جبنا لك العالم كُلّه ما فيش حاجة هتغيّرك، ما فيش حاجة هتغيّر حالك إلا نَفْسك. وسلام.